استتعب بسم الله المصير والى الله المنتهى والى الله المصير. والنهارده طبعا وفي الفتره دي بيبدا كل الناس خلاص ان شاء الله مبروك عليكم ثانويه عامه، اجازه نص السنه. اجازه نص السنه هي مش مبروك قوي، يعني هتبقى اسبوع ان شاء الله، بس المفروض انت الاسبوع ده تستغله صح. معظم المدرسين بيقول لك استمتع بالاجازه، والاجازه هي المفروض ما تذاكرش فيها، بس اللي انت ما تعرفوش ان الاجازه دي هي بتكون نقطه تحول في ثانويه عامه، وهي نقطه فاصله ما بين الترم الاول والترم الثاني، بين مستوى اداء واداء، وبيحصل فيها حاجات كتير، وبيختلف بين طالب والتاني بين اللي بيعرف يستغلها صح واللي ما يعرف او اللي ما بيستغلهاش اصلا. فمبدئيا كده اجازه نص السنه بتاعتك ان شاء الله هتبقى عباره عن اسبوع 7 ايام. فانت طبعا انا عارف انك عايز تغير جو وانك عايز تفصل من السنه، فما فيش مانع انك تاخد يوم من ال7 ايام دول اجازه فعلا، وعادي استمتع واخرج. بس تعالى لي بقى، جالنا 6 ايام. المفروض تعمل ايه في ال6 ايام دول؟ هنا هنبدا نقسم الطلاب على قسمين، في منهم الطالب المراكم والطالب المخلص. مبدئيا عشان نكون واضحين، الطالب المراكم اصلا ده المفروض ما ياخدش اجازه، لان انت اصلا الاجازه دي فرصتك الاخيره عشان تبدا تخلص فيها اللي عليك. فانت لو مراكم فانت اصلا لازم تخلص كل اللي عليك وتذاكره وتقسمه في الجدول، وتحرص انك تخلص الجدول ده كله في الاجازه. لكن لو انت طالب ربنا كرمك ومخلص اللي عليك، فهنبدا تجيلي انت عندك 6 ايام. انا المفروض هبدا اراجع على كل المواد اللي اخدتها في الترم الاول، علشان انت ان شاء الله لما توصل المراجعات النهائيه، احيانا لو انت ما كنتش مراجع منهج الترم الاول كويس ممكن لا قدر الله تكون نسيه. فانت لازم تكون مشيك على زي ما بيقولوا كده، مشيك على منهج الترم الاول ومذاكره كويس. انت عندك المفروض 6 ايام، المفروض انت عندك 5 مواد، فكل ماده هتديها يوم، ولكن هيتبقى لك اليوم السادس ده تعمل فيه ايه؟ للاسف في ناس كتيره طبعا في ثانويه عامه اصلا نسيت اللي انت عليك مواد غير مضافه، وبالاضافه كمان اللي هي زادت عليك اكتر بقى عليك الفرنساوي. فانت المفروض تهتم بالمواد الغير مضافه دي علشان ما تجيش في نهايه السنه وتتزنق فيها. فانا ازاي هعملها؟ انت قدامك خيارين، يا اما زي ما قلت في الاول تخلي 5 ايام للمواد ويوم للمواد الغير مضافه، يا اما تخلي ماده غير مضافه تذاكرها من بعد المغرب او بعد العشاء كل يوم. فانت هتلاقي ان في نهايه الاجازه بتاعت نص السنه هتكون خلصت. انت مبدئيا عليك اقتصاد واحصاء، وعليك الدين، التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه، وما ننساش ماده اللغه الفرنسيه. واللغه الفرنسيه على فكره هي ماده سهله بس محتاجه شغل، فهي مش عشان ماده غير مضافه ما تهتمش بيها، لا حاول انك تخلصها في الاجازه بدري بدري عشان تخلص منها. وماده التربيه الدينيه اصلا استغل الاجازه دي في انك تحفظ الصوره، حتى لو مش هتيجي كلها في الماده، بس انت برضو هتبقى استفدت ان دي حاجه لنفسك انك استفدت بالاجازه. فبس لازم تحرص ان انت كل ماده تراجعها كويس. لو هنبدا نتكلم كل ماده تراجع فيها ايه بالذات، فاحنا العربي في الغالب اللي بيتراجع فيه ما بيبقاش كتير. انت في العربي بتركز مجهودك على الحل اكتر من الشرح. فانت طبعا لازم هتحل قطع قراءه متحرره، ولازم هتحل النصوص. وانا عاوز اقول لك انك في النصوص اهتم بالبلاغه، لان البلاغه للاسف بتغلط الطلبه في نهايه السنه، وبيكون ليها لازم تكون ليها اسئله مميزه يعني كده عشان تكون محتاجه تفكير. فانت في العربي هتحتاج تركز على البلاغه. وهنا عاوز اقول لك على نقطه تاني، انك لازم تتدرب على اسئله القصه، لان غالبا ان القصه دي ما بيبقاش حد مهتم بيها في ثانويه عامه، ولكن القصه دي بتكون مهمه جدا وبتاثر اصلا، ويكون يجي عليها اسئله في نهايه السنه. فانت لازم تهتم بانك تراجع القصه، وحاول تتدرب على اسئله مقاليه كتير، لان الاسئله المقاليه التدرب عليها كتير يعني بيشغل دماغك، ويبقى خلاص انت اتدربت على السؤال وتقدر تحله في اخر السنه. واحرص انك تحل مواضيع تعبير كتيره، وسواء مقال تعبيري الوظيفي او الابداعي، الاثنين لا احرص انك تكتب فيهم، وحاول انك تظبط كميه الكتابه اللي هي بتكون على عدد الاسطر. لكن لو هنتكلم عن اللغه الانجليزيه فانت لازم هتراجع الكلمات وهتراجع القواعد. ولكن انا عاوزك في المراجعه ما تطولش، يعني بكل بساطه انت هتاخد لفته سريعه على المنهج، وبعد كده هتبدا تحل وحل كتير. ولازم لازم لازم تهتم بالقصه واهتم بالمقال، لان انت لو عايز اقول لك على حاجه، انا في الانجليزي جايب 46 ونص، يعني ناقص 3 درجات ونص. درجه منهم نقصتها في الاسئله الاختياري، ودرجتين ونص نقصتهم في المقالي، وغالبا كانت قصه. للاسف ما كنتش مهتم بيها على مدار السنه، فانت لازم تهتم بيها. والاهتمام بيها مش مجرد انك تقراها، لان كل الناس بتقراها، لكن الاهتمام انك تحل اسئله كريتيكال ثينكينج كتيره، وحاول انك تحفظ الاسئله اللي في الكتاب، لان الصراحه دي بتدرب على القصه، وكمان بتضيف لك مفاهيم ومعلومات جديده. لكن لو هنبدا نتكلم عن المواد العلميه اللي هي فيزياء وكيمياء واحياء، فدول هيحتاجوا منك انك تقراهم او تعدي عليهم مراجعه سريعه، ومفيش مشكله لو حليت من مصدر تاني. بس فانت في الاجازه دي بتعتمد انك هتوازن ما بين الحاجتين، هتوازن ما بين الاستمتاع وهتوازن ما بين المذاكره. وعادي لو انت لقيت عندك وقت مفيش مانع لو بدات في بتاع الترم الثاني، لان انت الترم الثاني بتبقى فيه ضغطه شديده جدا، وانت اصلا ما بتبقاش لاقي وقت انك تخلص اللي عليك. بس يا رب تكونوا استفدتوا، واتمنى لكم التوفيق. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات.
اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله